الأحبة في كل مكان، هذه هي آسيا القارة الصفراء في أرضنا الكروية، تطل بوجهها للمرة الثالثة وترى الليلة بعينين في رأس واحدة، عين سعودية وأخرى قطرية، في مواجهات في جولة خاصة وخالصة للغاية. قبيل قليل نجح نادي اللخوية بالفوز على نادي الاتحاد السعودي بهدفين للا شيء، ولدينا اليوم حقيقة الشباب يستضيف نادي الريان، وغدا أيضا لقاء يجمع الفتح أمام الجيش والهلال في ضيافة السد، مواجهة سعودية قطرية خالصة في دوري أبطال آسيا. أيها الأحبة في كل مكان، مشاهدي قناة الدوري والكاس، مرحبا بكم إلى هذا المساء الكروي الثالث في دوري أبطال آسيا. هذا المساء مختلف تماما، لأن الأنظار تتجه إلى عمار سويح، وأنظار أخرى تتجه إلى الإسباني مانويل خيمينيز في مواجهة تونسية إسبانية في هذا المنظر الآن. هذا الرجل وذاك الرجل يفكران في الحصول على الثلاث نقاط، كيف لا؟ والأنباء التي تأتي من لقاء الجزيرة والاستقلال لحساب هذه المجموعة، وهي حتى اللحظة التعادل بهدفين مقابل هدفين، وهي فرصة مؤاتية لكل من لديه ثلاث نقاط. أتحدث عن نادي الريان الذي حقق فوزا على الاستقلال بهدف للا شيء عن طريق الكبير كالوشي، وخسارة من الجزيرة 3-2 في أبو ظبي. على العكس تماما، خسارة من الجزيرة الإماراتي بالنسبة للشباب هنا في هذا الملعب في الرياض، وحقق فوزا في الأراضي الإيرانية بهدف للا شيء على نادي الاستقلال. 3 نقاط للرهيب، 3 نقاط لشيخ الأندية. هكذا هم الألقاب الآن تحضر، والكل حقيقة يستعد كما ترى الآن مراقب هذه المباراة، وهو السيد الأردني منعم فخوري يشير إلى حكم اللقاء الساحق، وهو توغو مينيرو الحكم الياباني، ويساعده ساتوشي كاراكامي من أيضا اليابان، ومساعد ثاني سنغافوري وهو روني كو من كيت. بينما الحكم الرابع فهو الكويتي يوسف المرزوق في مباراة اليوم. يا لها من مباراة خاصة، ويا لها من أجواء خاصة، ونحن الآن في استاد الملك فهد الدولي، وفي هذا الملعب حقيقة ترى يعني حضور جماهيري بالنسبة لنادي الشباب لا بأس به، يعطونا مثلا الحوافز في مباراة اليوم، لكن الريان في مباراة اليوم يأمل بأن يفعل ما فعله نادي الجزيرة بالفوز في هذا الملعب 2 للا شيء على الشباب. محاولة للتقدم، الكرة بتروح مباشرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الشباب. اليوم الشباب يلعب بهذه الأسماء: في حراسة المرمى وليد عبد الله، في خط الدفاع حسن معاذ وسياف البيشي وماجد المرشدي وعبد الله الأسطى، في خط المحور هناك عبد الملك الخيبري الذي يعوض غياب فرناندو مينيغازو، اللاعب الذي تعثر قبل المباراة من أن يكون حاضرا بسبب ظرف صحي طارئ بالنسبة لمينيغازو الذي لن يكون حاضرا في مباراة اليوم. الخيبري مع عمر الغامدي، بالإضافة إلى أحمد عطيف، فضلا عن وجود رافينيا وماكنيلي توريس وعماد خليلي بالنسبة لفريق عمار سويح. مباراة صعبة وهجوم شبابي من البداية، ورافينيا يحاول الكرة، لكن الكرة على طول إلى ركلة زاوية أبعدت عن طريق الظهير الأيسر لنادي الريان عبد الله علوي. الريان في مباراة اليوم أمامك هذا الحارس المتألق في الدوري، رغم أن نادي الريان يعاني على مستوى الدوري في المركز 11، لكن عندك عمر باري في حراسة المرمى. في خط الدفاع طاهر زكريا، ناثان تشو يونغ هيونغ وعبد الله علوي. في خط الوسط عبد الرحمن الكربي ولوتشو غونزاليس، لويس غونزاليس الذي نعرفه. الآن لدينا هجوم
لنادي الشباب. وعبد الله عفيفة فضلا عن دانييل جوما وكالو اوشيه والكابتن جار الله المري للريان. وهجوم شبابي، الله، هدف مبكر عن طريق ماجد المرشدي. جول اول شبابي سعودي ولشيخ الانديه وللليث. انه المدافع ماجد المرشدي يرشد نادي الشباب الطريق الى مرمى عمر باري. هدف اول وفي الدقائق الاولى في الدقيقه الثالثه ينجح اذا نادي الشباب بتسجيل اول اهداف اللقاء. شوف الاعاده، الوسطى علاها وهوب الارتقاء من فوق الدفاع، وبعد ذلك الرأسية جاءت في مكان صعب على عمر باري. هدف اول للشباب، هدف اول في مرمى الريان. 1-0 اذا لنادي الشباب امام الريان يتقدم. وكما تأتي الأنباء بتعادل الجزيرة والاستقلال، فإن هذه الصورة بالنسبة للشباب محاولة ريانية، لكن الكرة بتروح إلى ركلة مرمى للشباب. قبلها الجولة الجزيرة كان عنده 6 نقاط، والريان والشباب كل منهم عنده 3 نقاط. أنت تتحدث الآن عن تقدم الشباب، وهذا يعني بأنه سيصل إلى النقطة السادسة، فيما لو نجح إنهاء المباراة بهدف هذا اللاعب ماجد المرشدي الذي يسجل هدف في الدقيقة الثالثة، وهو هدف مبكر. يعني خيمينيز المدير الفني بالنسبة لنادي الريان تكلم عن صعوبة المباراة، وتكلم بأنها تقطع ما نسبته 65% من الوصول إلى الدور التالي. وكلام منطقي، لأن الجزيرة يعني الآن هو يمكن 7 نقاط. والله لسه بدري، لسه بدري، نحن في الجولة الثالثة وتبقى 3 مباريات عدا هذه المباراة، وهذا يعني أن الحكم مبكر جدا بما نسبته 65%. لكن دعني أقول على الأقل 50% من الوصول إلى الدور التالي. إذا ما ضمن الجزيرة الوصول إلى النقاط كاملة، فإن الصراع يبقى ما بين نادي الريان ونادي الشباب. عمار سويح تكلم عن أن ما حدث في مباراة الجزيرة كانت أخطاء فردية، ولدينا هنا محاولة، والمتألق ماجد المرشدي أيضا يبعد الكرة الماضية أمام هجوم الريان. حقيقة حديث عمار سويح بأن شوف لما تنظر على عناصر، هو هذا ما قال عمار سويح، أن لدينا أفضلية الأرض والجمهور وإمكانيات اللاعبين، لكن جار الله المري الآن هنا محاولة والكرة بالطول إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة الماضية من عبد الله عفيفة لاعب خط الوسط في نادي الريان. الحقيقة ظروف متشابهة للغاية ما بين هذا الرجل وذاك الرجل عمار سويح. تتكلم عن الشباب والريان، موسم نسخة طبق الأصل، نسخة طبق الأصل، إقالة مدربين، مراكز متراجعة، تذبذب في المستويات، أجانب بين قوسين مشي حالك، عناصر لا تصنع الفارق. يشعر عشاق الناديين أن هذا الموسم للنسيان بالنسبة للدوري، وهذا طبعا مؤكد، لأن نادي الشباب نعم هو في المركز الرابع على مستوى الدوري برصيد 35 نقطة، تفصله 3 نقاط عن الثالث الأهلي، لكن تفصله 25 نقطة عن المتصدر وهو نادي النصر، ويلعب مع الأهلي في الجولة القادمة في الدوري. وبالمناسبة مدرب النادي الأهلي حاضر في مباراة اليوم ويتابع مباراة اليوم ليدون ملاحظاته. عندنا هجوم آخر للشباب وعمر باري ينجح بإبعاد الكرة. أيضا يشعر عشاق الناديين بأن الدوري محال، وأن المهمة الآسيوية صعبة
وصعبة للغاية. تبقت يمكن من طموحات جماهير نادي الريان وجماهير نادي الشباب هي بطولة كأس الأمير القطري وبطولة كأس الملك السعودي. بالنسبة للناديين هي أقصى ربما طموحاتهم، إلا إذا ما تحول الحال وتبدل الحال. ففي عالم كرة القدم لما لا نقول بأن نادي الشباب بإمكانه الوصول، وأن نادي الريان بإمكانه الوصول إلى أبعد نقطة. فلا زال الوقت حاضر. عندنا في الصورة يظهر طبعا عبد الرحمن الكربي. كرة على طول، طاهر زكريا إلى ناثان، على طول إلى الجهة اليسرى عبد الله علوي يمرق كرة. حلو لما تكون يعني حاضر في الملعب. ونحن اليوم في قناة الدوري والكاس في تغطية خاصة. والآن عندنا الله 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 يا كالوشي، هدف أول للريان، هدف التعادل الآن. الله يا أوشي، هدف جميل. أخذ الأولى وسحب الأولى وسحب الثانية، وكرته ما ترد إلا الشبك، إلا الشبك. هدف جميل يا كالو، هدف جميل يا أوشي، هدف رائع، هدف التعادل في الدقيقة التاسعة. الآن يأتي لنادي الريان هدف في غمضة عين، وما كان على البال ولا على الخاطر بالنسبة للشباب. الرهيب رهيب في اللقطة الماضية كالو أوشي ينجح إذن بتسجيل هدف التعادل، ليس في الأفاعي وإنما هنا في استاد الفهد. يتقدم حقيقة نادي الشباب بهدف لماجد المرشدي في الدقيقة الثالثة، وينجح نادي الريان وفي الدقيقة التاسعة عن طريق كالوشي. شوف الإعادة وشوف العرضية، الاستقبال كالو واخذها وعلى طول بيسراه. هدف تعادل، هدف رهيب للرهيب، هدف رهيب لكالوشي. وصارت النتيجة 1-1 1-1 في مباراة حقيقة نتمنى أن تكون ممتعة، وهي في التسع دقائق الأولى يعني أحلى بداية للمتعة بالنسبة لكرة القدم. الشباب نعم يتقدم، لكن كالو أوشي لم يستسلم مع أصدقائه وفعلها لمصلحة نادي الريان بتسجيل هدف التعادل. الآن الريان أفضل وأخطر ويتقدم وممكن ثاني، والكرة تصطد على طول وتصل للاعبي الشباب. طالت على رافينيا. حلوة المباراة من البداية، وحلوة الأجواء من البداية. ويعني في الحقيقة ورغم صعوبة ذلك يعني لأي معلق رياضي، لكننا سعدنا في قناة الكاس للتغطية الوصفية المثالية والممتعة في لقاء الاتحاد والعين في الجولة الآسيوية الماضية وردود أفعالها الإيجابية. اليوم الشباب من السعودية، الريان من قطر. بالنسبة لنا العالم كرة القدم النشيد لنستمتع. كرة القدم موطن للمتعة وموطن للتشويق. لخويا كسب الاتحاد بهدفين لا شيء قبيل هذه المباراة. خطأ للوسطى. 1-1. حلو الكلام. وهناك 2-2 بالنسبة للقاء الجزيرة والاستقلال. لا أعلم إذا كان قد جد جديد. لاحظ المحاولة الماضية الكرة اللي سددت واصطدت. لكن الجميل يعني في تغطيتنا الخاصة اليوم في قناة الدوري والكاس، وانك انت مثلا اليوم كمعلق وتكون حاضر في استاد الملك فهد الدولي. بالنسبة لي يعني الكثير من الذكريات والشجون، ولعل آخر
مباراة قمت بوصفها في هذا الملعب كان في عام 2010 في نهائي كأس الملك ما بين نادي الهلال والاتحاد، والذي توج به نادي الاتحاد بركلات الترجيح بطلا للبطولة. ومنذ ذلك اليوم في عام 2010 لم أزور استاد الملك فهد. اليوم حقيقة أحضر لمتابعة مباراة رائعة ما بين الرهيب والأسود كما يلقبون نادي الريان، وهو شوف اللقطة الماضية مع الأسطى أوشي، يا هذا المرشدي وكالو أوشي. وهذه اللقطة لم تفوت حقيقة في هذه الصورة. يعني مثل هذه اللقطات ربما لو يعني أجمل شيء أن يعني الكاميرا تشوف اللي ما يشوفه الحكم، والكاميرا ما تكذب، وبالتالي يعني لو شافها الحكم يعني أكيد أنه يتخذ فيها قرارا على الأقل وأقول ذلك على الأقل بالبطاقة الصفراء. لكن ماجد المرشدي نجا بكوعه مع أوشيه في الصورة الماضية. كرة على طول تصل من جديد إلى المرشدي صاحب هدف الشباب، وهو أمام أوشيخ الذي سجل هدف نادي الريان. حلوة المباراة، ممتعة المباراة ومشوقة من الوهلة الأولى، عطفا على المستويات الفنية في هذا الموسم بالنسبة للفريقين. عندنا تقدم والفنان جار الله يحول كرة بالراس لكن تتحول وتتكمل على طول. وصلت إلى رافينيا على طول، توصل لمصلحة نادي الريان. جميلة إلى الجهة اليسرى، علوي بيسدد كرة لكن الكرة إلى ركلة ركلة زاوية كما يشير حكم اللقاء. هذا هو عبد الله علوي الظهير الأيسر لنادي الريان. الريان أيام زمان، الريان أيام العز والمجد، أيام منصور مفتاح، أيام المجد الخالد والشعبية الجارفة. والآن عندنا هجوم ومع وليد عبد الله يحصل على الكرة الماضية في هذه الآونة. لاحظ الكرة اللي تحولت بالراس وعلى طول مباشرة إلى الحارس الدولي وليد عبد الله. الكرة على طول إلى عمر الغامدي. عمر الكرة مقطوعة، لويس غونزاليس لوتشو، الكرة مقطوعة من أمامه تصل. يا سلام يا سلام على الكرة الشبابية الماضية، لكن التغطية حضرت من ناثان وخطأ يحتسب الآن لمصلحة نادي الشباب. بالمناسبة للفريقين مواجهتين سابقة، وفي هذه البطولة لما تتحدث عن بطولة آسيا المواجهة ما بين الريان والشباب التي حدثت في عام 2011 في دوري أبطال آسيا انتهت في قطر بهدف مقابل هدف. كان إلمر هو من سجل هدف نادي الريان، وناصر الشمراني من سجل هدف التعادل لنادي الشباب. وفي الإياب وين الكرة وين يا أسطى؟ بعيدة إلى ركلة مرمى. إذن في عام 2011 وبالمناسبة في هذا الشهر، لكن كانت تلك المباراة في 2 من مارس، بينما أنت تتحدث عن اليوم 18 مارس. وما بين عام 2011 و2014 تغيرت الأحوال وتبدلت. الريان والشباب تعادلوا في الدوحة، ونجح نادي الشباب بالفوز عن طريق ناصر الشمراني الذي يقدم عروضا كمهاجم رائعة للغاية بالنسبة لمحبي الزعيم نادي الهلال السعودي. كرة على طول تصل من جديد للجهة اليسرى
والآن كرة، الله الله الله، عبد الرحمن الكربي بيسجل هدف جميل وملعوب، ومن الأهداف الحلوة اللي تملي عينك تملي عينك. الله يا عبد الرحمن، الله يا رائع، الله يا جميل. شوف شوف شوف، جميلة رائعة مثيرة. الله على الفن يا ناس، الله على الفن يا ناس. وفي مرمى مين؟ وفي مرمى وليد عبد الله، وفي مرمى مين؟ وفي مرمى الشباب، وفي مرمى مين؟ وفي مرمى الحارس الدولي. الله على الكرة الماضية، الله على عبد الرحمن الكربي. الريان يسجل 2 في مرمى الشباب وفي استاد الفهد. لقد فعلها ليس في أم الأفاعي، إنما هنا في استاد الفهد. ينجح الريان، ينجح الرهيب بكرتين رهيبة، الأولى عن أوشيه، أما الثانية رهيبة رهيبة رهيبة. يا كربي، عبد الرحمن الكربي بيسجل هدف ثاني للريان، وأصبحت النتيجة 2. حقيقة الهدف من الأهداف اللي تتمنى المخرج يعيدها مرة وثنتين وثلاث واربع، وما يقصروا حقيقة الاخوان هنا في طبعا التغطية الخاصة ومخرج اللقاء اللي يقول ابشر حنعيده مرة وحنعيده مرتين. ليش؟ لان مثل هالاهداف يتمنى المشاهد يملي عينه فيها ويطمع يشوفها ثاني ويشوفها ثالث. والله معلق مباراة ولا مشاهد ولا عاد، والله يعني دحين مثلا تشوف الشبابي يمكن يقول لك لا ماني خاطرة، لا 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 اكيد خاطرة يشوف هدف عبد الرحمن الكربي. ليش؟ لان من الاهداف الجميلة والحلوة اللي يتمنى طبعا شوف طبعا المخرج يستنى حتى المعلق ينتهي، او المعلق ما ينتهي، الصورة تنتهي. الآن حلوة 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 الكرة إلى ركلة مرمى من ماكنيلي توريس. هذه تسديدة توريس. طبعا المخرج ينتظر إعادة الهدف بعدما تخرج الكرة. الآن لاحظ، يا سلام يا سلام، حطت لاعب فنان وموهبة شابة يرسل كرة حقيقة تعبر عن موهبته الكبيرة في كرة كانت صعبة على وليد عبد الله. بلا أدنى شك أن وليد عبد الله يتحمل الجزء الكبير من هذه الكرة عموما ومن هذا الهدف. عموما 20 دقيقة من الشوط الأول، الريان قلب الطاولة بعدما كان متأخرا في الدقيقة الثالثة. جار الله المري كقائد مع أصدقائه أوشيه والكربي ولاعبي الريان نجحوا حقيقة بتسجيل هدفين ونجحوا بالتعادل. حلوة المباراة، جميلة المباراة، الشباب لن يستسلم، سيبقى يهاجم ويهاجم ويهاجم. الكرة من حسن معاذ، سجل. شوف عندك المحياني كأنه يشرح ويقول وين المشكلة، بينما حسن معاذ يمتلك قدم يمنى قوية، سجل فيها هدفا جميلا في الدور نصف النهائي. الآن عندنا محاولة شبابية وتسديدة، تعادل عن طريق القائد أحمد عطيف، عطفا على تألق الريان. أحمد عطيف جاء بالرد ولم يتأخر. هدف التعادل عن طريق أحمد عطيف. شوف الله على حلاوة المباراة ومتعتها. 2-2، صاروخ أرض. عمر باري طالعها ومس
بس عمر باري، ومش بس عمر باري، أنا وعمر باري والجماهير في الملعب والجماهير خلف الشاشات نطالع هالصاروخ وهالتسديدة أرض بتروح في زاوية صعبة، وصارت النتيجة 2-2 في 22 دقيقة بس، في 22 دقيقة بس. الله على حلاوة اللقاء ومتعة اللقاء الآن، والكرة وخطيرة، والكرة تبعد عن طريق لوتشو غونزاليس في الوقت المناسب إلى جر الله المري. هجوم حلوة المباراة، جميلة وممتعة، والتغطية في اللحظة المناسبة بالنسبة لسياف البيشي. من توقع هذا السيناريو؟ من تخيل هذا السيناريو؟ لا أحد، لا أحد، لا أحد. 2-2 وفي 22 دقيقة. لاحظ أمامك حقيقة الأهداف والمتعة، ومباراة حقيقة ربما تخطف الأضواء من مواجهات هذا المساء بهذه المباراة المفتوحة على الآخر على مستوى الأداء الفني والرغبة الهجومية والرغبة بالفوز وحصد النقاط الثلاث. ناثان على طول الكرة إلى عبد الله علوي. اليوم الريان يقدم أداء مختلف تماما تماما تماما، رغم أن في مباراة الجزيرة قدم عرضا أيضا قويا وممتعا، لكن ما يقدم حقيقة نادي الريان في مباراة اليوم وأمام الشباب وفي الرياض، أنت تتكلم عن الفريق الذي يعاني على مستوى الدوري نادي الريان، لكنه يظهر وجها جميلا حتى الآن في البطولة الآسيوية. حتى عندما خسر من الجزيرة خسر 3-2، وفي أبو ظبي فاز على الاستقلال في طبعا الدوحة 1-0. الآن متعادل مع الشباب وفي الرياض، وكم 2-2. وينك يا خليلي؟ وينك يا عماد؟ الجماهير أما هو عمل تسحيبة، عمل يعني حركة، عمل لقطة تلفزيونية في مباراة النصر. لا زالت حديث الناس، لا زالت حديث الناس، وسجل بها الهدف الثاني. صاحب الهدف الأول في تلك المباراة حسن معاذ عند كورنر، بيحول كرة، الكرة تعود إلى معاذ، الكرة ترسل إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الشباب. يا ريان ويا شباب، خلونا ناخذ يعني مية. الكرة على طول إلى عمر باري. حلوة المباراة وسريعة والتغطية حاضرة. ما يمدي يعني إذا ما يعني بيستمر هالحال يعني بنعطش. خلينا ناخذ مية مع مباراة سريعة نتابعها الآن. – 25 دقيقة حتى اللحظة من الشوط الأول. الكرة بالطول على عماد خليلي. 2-2. تعادل الفريقان في عام 2011 وفي هذه البطولة دوري أبطال آسيا، لكن ذلك كان في الدوحة 1-1 عن طريق نيلمر وناصر الشمراني، والإياب نجح بالشباب الفوز بهدف للا شيء. نحن في الذهاب والنتيجة 2-2. كرة على طول من جديد. يا سلام، حلوة اللقطة وتسديدة. الله، هالمرة ما فاتت على وليد عبد الله، هالمرة ما فاتت على وليد عبد الله. شوف اللقطة ولاحظ الدولي جار الله المري يرسل كرة بيسراه، والقفاز الأيسر لوليد عبد الله يبعد الكرة الماضية. الريان يقدم عرض مشوق والنتيجة 2-2، وربما تصبح 3 في الشوط الأول، لكن لمن؟ رأسية من جار الله المري.
الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الشباب. أنا من أشد المعجبين بهذا اللاعب المميز الشاب الذي حقيقة رغم وفرة المهاجمين الدوليين في قطر، مع ذلك هذا اللاعب دائما ما يفرض مثلا تواجده في قائمة المنتخب القطري لإمكانياته، وهو قائدا لنادي الريان يأمل باستمرار بأعماله المبهرة سواء على المستوى الشخصي أو مع نادي الريان في دوري أبطال آسيا. حسن معاذ، الكرة على طول إلى تتحضر وممكن تتسدد بعيدة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الريان، فاتت على عمر الغامدي. لاحظ الكرة الماضية اللي تهيأت من أحمد عطيف إلى عمر الغامدي، لكن لاحظ معي عزيزي المشاهد أن العديد من القيم حتى الآن ما بينت في مباراة اليوم. عندك لوتشو لويس غونزاليس أو كما ألقب من أيام الدوري البرتغالي وأيامه مع نادي بورتو. لوتشو أكيد تذكرون الأرجنتيني المخضرم الرائع لويس غونزاليس، صانع الألعاب في نادي الريان وصاحب القميص رقم 33 أو كما ألقب بالغزال. هذا الغزال حتى الآن ما بين. عندك أيضا مثلا في الشباب انطلاقات حسن معاذ من الجهة اليمنى ما بينت، عماد خليلي حتى الآن ما بين، رافينيا حتى الآن الجماعة ما بينوا. الشباب يحاول والكرة تصل على طول إلى حارس المرمى عمر باري. هذا ماكنيلي توريس يحاول أن يعطي الكثير من الإضافة بالنسبة لنادي الشباب كصانع للألعاب. أذكر أن فرناندو مينغازو قبيل المباراة لم يتم تسجيل اسمه لظرف صحي طارئ لفرناندو مينغازو. الكرة توصل، لكن أيضا من ضمن الغيابات الهامة بالنسبة للشباب تتكلم عن نايف هزازي، موجود طبعا في المدرجات، حاضر ويتابع، ومن المؤكد أن المخرج لن يفوت للمهاجم الدولي السعودي الكبير جدا الذي يعاني منذ فترة من الإصابة. وعندنا الآن عمر الغامدي في الجانب الأيمن يحاول على طول. يا سلام، الله على كرة بالكعب. أحمد عطيف صاحب هدف التعادل والثاني. سيناريو حلو في المباراة، تقدم الشباب. هذا نايف، يا سلام يا سلام على المخرج اللي يعطيك الصورة. ولاحظ الكعب الجميل. لا لا لا, يعني أكيد يعني في اللقطات الحلوة المعلق ولا المشاهد في هالمباراة وفيها 2-2 يحط رجل على رجل وياخذ كاسة شاي ويروق ويستمتع بمباراة قطرية سعودية، سعودية قطرية ممتعة للغاية، ما بين الرهيب والليث، ما بين الريان والشباب. حقيقة سيناريو جميل في المباراة. أولا يتقدم ماجد المرشدي في الدقيقة الثالثة، بعد ذلك لاحظ المشادة، لاحظ طبعا هنا في الصورة طاهر زكريا وهو يدفع لاعب طبيعي. يعني مباراة اللي حضر المؤتمر الصحفي ما بين عمار سويح وخيمينيز، ما في فريق تكلم عن او ما في مدرب تكلم عن الفريق الثاني، عن الخصم، كلهم يتكلمون مباراة صعبة واعددنا العدة ووضعنا الخطة المناسبة ونفكر في الفوز فقط. وهذا طبيعي أن ينعكس في مثلا المشادة اللي ما بين طاهر زكريا ومهاجم الشباب، واللي قبل شفناها ما بين ماجد المرشدي وكالو أوشي. وعاد عندك المجلس
وعندك خالد جاسم، وعندك المحللين، وعندك يعني المجلس الخليجي العربي القطري السعودي، حاضرين في أجواء حبية جميلة. والله يعيد. شوف يعني كل يعني يدلي بدلوه حقيقة في مباراة ممتعة تجعلنا نتكلم. ماجد المشهدي يتقدم، كالو شيء يسجل التعادل، ثم الكربي يسجل هدف جميل للغاية، وقدم الريان، وأحمد عطيف بصاروخ سجل التعادل. والله يعين عمر باري ووليد عبد الله على مباراة يبدو أنها لن تقف في أهدافها الأربعة. 2-2. شوف الهدف الكربي، ولاحظ تسديدة أحمد عطيف، وكأن يا أخي يا شوف عمار سويح هنا، وهناك أيضا مساعد مدرب الريان. اي والله تحط رجل على رجل وتستمتع. والآن كرة موجودة، ووليد عبد الله على طول توصل الكرة لمصلحة نادي الشباب. وصلنا إلى الدقيقة 34 ومرت مثل غمضة عين ب4 أهداف. كرة على طول للجانب الأيمن. رغم أننا تكلمنا عن الشباب والريان وموسم نسخة طبق الأصل بالنسبة للفريقين، تتكلم طبعا عن إقالة المدربين، تتكلم يعني مثلا عن توري، تتكلم أيضا بعد ذلك عن البديل، ثم يكون المدرب الثالث هو خيمينيز. هذا الكلام للريان للشباب. أولا طبعا بداية الموسم إقالة البلجيكي برودوم، وثم يخلفه مساعدة، وثم يأتي عمار سويح. هذا ما حدث. أيضا مراكز متراجعة. نعم الشباب الرابع، لكن الرابع وين عن الأول والثاني. أيضا الريان في المركز 11، وتتكلم عن أن يبقى تحت تهديد فارق النقطة والنقطتين من الخور والوكرة على مستوى طبعا الدوري، دوري نجوم قطر. ورغم كل ذلك فالعرض المشوق بالنسبة للفريقين لا زال حاضرا. عماد خليلي ما بين حتى الآن. الكرة في الجانب الأيمن، تقدم حاضر الآن لجار الله المري، محاولة والعرضية بعيدة تذهب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الشباب. هذا مدرب الأهلي حاضر. لا وعلمناه طبعا الفصفص وياخذ يعني راحته. هذه عاداتنا علمناه اياها. ايه والله حنشوف. عموما هو ليش حاضر؟ طبعا لأن الجولة القادمة في الدوري السعودي ستكون مواجهة ما بين الشباب والأهلي. تتكلم عن الشباب الرابع والأهلي الثالث، وما يفصلهم هو فقط 3 نقاط عن بعضهم، وبالتالي هو يأمل أن يسجل ويدون كل ملاحظة وكل مثلا معلومة فنية في مباراة اليوم. والله اليوم حيلاقي مدرب الأهلي مثلا في الشباب بعض النقاط الفنية اللي مثلا ممكن استغلالها في المباراة القادمة إذا لم يتداركها عمار سويح. كرة على طول، التقدم حاضر بالنسبة لقومة، بتتحول. يا سلام، كرات بينية جميلة ما فيها راية مرفوعة على كالو أوشيه، وفيها حالة تسلل باحتساب الحكم المساعد الثاني وهو سنغافوري رونيكو مينكيت. شوف الإعادة، وحالة تسلل على كالو أوشيه. وحتى الآن نبدأ بالدقيقة 38 والنتيجة حتى اللحظة أيها الأحبة
هي التعادل، هدفين مقابل هدفين في مباراة تقدم فيها الشباب، ثم عادل الريان، ثم تقدم الريان، ثم عادل الشباب. الكرة على طول إلى عبد الرحمن الكربي، الكرة إلى خارج أرضية الملعب مع خطأ لأحمد عطيف المخضرم والدولي السابق والقائد والليدر، ويعول عليه كثيرا في صناعة الألعاب. بينما هنا مانويل خيمينيز دكة البدلاء بالنسبة لنادي الريان، ويظهر فيها أحمد علاء لاعب جناح مميز، وبارو صديقي اللاعب أيضا متمكن وقدم عروضا رائعة مع تتكلم يعني في الدوري. وهناك أيضا ياكوبو الأسمراني اللي شايفينه طبعا واحد من الحلول، لكن ربما يأتي الحل عن طريق حسن معاذ، وعرضية وبقبضة اليد من باري. عادت الكرة من جديد ريانية مع خطأ يحتسب لجار الله المري. خطأ لجار الله المري. شوف يعني مدى الحساسية في المواجهات السعودية القطرية. أنا قلت إن التقوا الريان والشباب 2011 في دوري أبطال آسيا، تعادلوا في الدوحة وبهدف ناصر الشمراني الهلالي اليوم، وزعيم سجل الفوز 1. أكيد إنه سداوي، أكيد مرسل رسالة يقول يا كابتن زعيم عن زعيم يفرق. الزعيم العالمي نادي السد. والله شوف الحساسية يعني شوف يا أخي والله الكورة الإثارة ومتعتها ومتعة. الله، طالت يا ناثان، طالت يا ناثان روبيرو. الكرة الماضية يبدو أن فيها عموما حالة تسلل على ناثان. نعم هناك حالة تسلل على ناثان، لكن الكرة كانت خطيرة وأرسلت إلى ركلة أو إلى خارج الملعب، ثم إلى حالة تسلل وخطأ يحتسب لمصلحة نادي الشباب. إثارة ممتعة وحاضرة، وعاد عندك اليوم جولة. والآن الله أكبر، الله يا رهيب، يا رهيب، رهيب والله، رهيب يا أوشي، رهيب والله، رهيب. قالوا أوشي طلب الكرة وما صدق خبر، وجاء بخبر عاجل يا ناس، عاجل يا سادة. هدف جميل ما يسجله إلا كالوشي، يدرس على مستوى الاستقبال ثم التحضير ثم التسديد. تكفى يا مخرج، عيدها ثاني من الاستقبال بالقدم اليمنى. استقبال حلو، استقبال بالقدم اليمنى جميل، يدرس للمهاجمين كيف تحضر كورة، كيف تروض كورة، كيف تهيئ كورة، كيف تسلطن بالكورة. يهيئها بقدمها اليمنى وبهدف أكروباتي تلفزيوني جميل للغاية. الريان 3، الريان 3، الرهيب 3. رهيب، رهيب في مباراة اليوم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أين أنت يا ليث؟
أين أنت يا شيخ الأندية؟ أين أنت يا ليث؟ ممكن يقول أنا موجود، لكن التغطية حضرت أوه خطيرة، وربما 3-3 3-3 3-3. لا 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 لا. صاد عمر باري ورفض أن تكون 3-3، بل هي 3 للريان 2 للشباب. شوف الإعادة، فرصة ما تعوض تهيأت، وعمر باري قال لا في الأولى، وتدخل الدفاع في الثانية، وأنقذت يا سلام على الكرة الماضية. ولاحظ رافينيا اللي حاول ثانيا، ومع ذلك الكرة أبعدت. رافينيا يعاني من إصابة في هذه الآونة. يعني اليوم شوف الإعادة، شوف التحضير يا جماعة، يدرس لمسة باليمنى وعلى طول هوب على طول في الشمال، لكن شوف لوتشو، شوف لويس غونزاليس، الله يا غزال وعلى حطاتك. والآن كرة تنحط على طول إلى وليد عبد الله، ترسل بالخطأ إلى لويس غونزاليس اللي يا جماعة هذا اللاعب لوتشو يغيب ما يمر، لكن يحط لك حطه يقول لك انت وضميرك والجول. وهذا ما فعل حقيقة في تمريرته لكالو أوشيه. وضع شوف الآن هنا خطأ يحتسب على عبد الرحمن الكربي صاحب الهدف الثاني، وكالو أوشيه صاحب هدفين في مباراة اليوم. صارت وعاد أوشيه مسجل هدف في مرمى الجزيرة. انت تتكلم حقيقة عن عملة تهديفية أصبحت الأعلى في دوري أبطال آسيا، وهذا أمر رائع بالنسبة لأوشيه. كرة على طول 3-2 يا للعرض. وعاد هذه الجولة جولة سعودية قطرية خالصة. اليوم لخويا والاتحاد، لخويا نجح بالفوز على اتحاد جدة بهدفين مقابل لا شيء. والآن الريان هنا حالة تسلل على جار الله المري، والريان الآن في الرياض ينجح بالتقدم. إذن الجولة الآسيوية السعودية القطرية تبتسم بابتسامة قطرية جميلة حتى الآن أمام الاتحاد والشباب. نجح الأخوية والريان حتى اللحظة طبعا الريان بالتقدم ب3 أهداف مقابل هدفين. دقيقتين وقت بدل ضايع في شوط أول، ولا أحلى ولا أجمل ولا أمتع ولا أكثر تشويق ولا أكثر إثارة. بل هذه المباراة وهذا الشوط حقيقة عن جميع المباريات الآسيوية في هذا اليوم وعلى غير العادة. صراحة عادة ما تكون مثلا المباريات الآسيوية غير مليئة بالأهداف من طرف واحد، مشدودة، والآن شبابية وممكن والعارضة ومن ثاني أوه ركلة زاوية. حكم اللقاء توغو مينورو الياباني لم يقرر شيء في الأولى العارضة، وفي الثانية الدفاع. يا لها من لقطة للشباب يا جماعة. شوط أول ممتع، شوط أول مثير، ويا بختي لما تكون في استاد الملك فهد الدولي وتكون حاضر في مباراة ما بين الشباب والريان وفيها 5 أهداف بين قوسين قابلة للزيادة، 3 للريان، هدفين للشباب. حقيقة المباراة الممتعة ممتعة. الله ومعاذ وتنحط وتعود وتتكمل في اللحظة الأخيرة إلى مصلحة نادي الريان. الآن كيف يحدث ذلك؟ أن ترى كل هذه المتعة في 45 دقيقة فقط. الرغبة من خيمينيز
ومن عمار سويح. شوف الهجمة، وين العارضة أمام ماجد المرشدي، كاد أن يسجل هدفها الثاني في مباراة اليوم لولا أن العارضة قالت لا. شوف ماجد حولها، العارضة أبعدتها، ثم الآن بالراس أبعدت من مين؟ من اللاعب عبد الله عفيفة. شوط أول جميل للغاية.